قعد تحت رجليها وقلعها جزمتها علشان راحتها أهم من أي حاجة، والتانية اختارت صورة ليها مش ولا بد، ولولا صوتها واختيارها كان زمن الكل مقلوب عليها. شيرين عبد الوهاب خبطت بيه لواحدة من المواهب، وأصالة مش فارق معاها حد، ونانسي عجرم عملت حركة محدش يتوقعها. خدعوا الجمهور بالبراندات، ستايلاتهم فيها عالمية والسعر بشيء وشويات، بيلبسوا صورة بس وما بيقدروش يقفوا بيه أكتر من 5 دقايق على بعض. حكايات غريبة عن كعوب الفنانات. تفتكروا ايه قصة الكعوب اللي عاملة جدل؟ ايه اللي أصالة قالته على المسرح بسبب الكعب العالي؟ هل إليسا كانت تعبانة وهي بتطلب من واحد يقلعها جزمتها؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر، هقول لكم التفاصيل كاملة. كعوب الفنانات عاملة قلق كبير على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت، لدرجة إنهم بقوا ترند. أيوة، تخيلوا فنانات اتصدروا ترند علشان كعب جزمتهم، أو خلينا نقول الهيلز زي ما بيقولوا، وده لأنهم عملوا حركات غريبة بيه محدش من الجمهور كان يتوقعها. البنات بقوا بيقلدوهم، اي واحده تروح تشتري جزمه هيلز جديده علشان يبقى شكلها ليدي زي الفنانات ما بيظهروا في الحفلات او على التلفزيون. بس الحقيقه ان كل فتره بتظهر فنانه بتعمل حركه بالكعب بتاعها قدام الجمهور والدنيا تتقلب عليها. وخليني بقى اعرفكم دلوقتي حكايه الفنانات اللي عملوا اثاره للجدل بالكعب. عندكم مثلا المطربه انغام، من كام ساعه نشرت صوره لرجليها ولابسه كعب عالي علشان تروج لالبومها الجديد تيجي نسيب، واللي بترجع بيه أخيرا للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن طرح الألبومات. وطبعا الصورة عملت ضجة كبيرة بين الناس، والأغلبية شافوا إنها ما كانش ينفع فنانة بحجمها تستغل كعبها وصورة زي دي في الترويج للألبوم بتاعها، وقالوا المفروض إنها كانت تنزل صورة كاملة أحسن. قبل كعب أنغام على طول كانت المطربة إليسا بتعمل صدمة باللي حصل منها على المسرح قدام الناس. أصل إليسا كانت بتحيي حفل غنائي في بيروت بعد غياب سنين كتير عن تقديم الحفلات هناك بسبب المشاكل اللي حاصلة في البلد، وطلعت إليسا على المسرح وهي في كامل أناقتها وشياكتها، والجمهور كله متفاعل معاها وبيسقفوا ويرقصوا. فجأة قعدت إليسا على كرسي وطلبت من واحد من اللي واقفين على المسرح يقرب منها ويقلعها الجزمة بتاعتها علشان كعبها عالي قوي عليها وهي مش قادرة تقف بيه أكتر من كده. والجمهور أول ما شافها جات له حالة ذهول، ومش مصدقين انها طلبت من راجل يقلعها الجزمة، وانها ازاي تعمل كده، هي طول عمرها شيك وما عملتش اي حركة زي دي قبل كده. وفي اللي قال انها عايزه تخلي حفلتها ترند على طريقتها. الصراحه معاهم حق، لانهم اول مره يشوفوها تعمل كده، بس اللي محدش يعرفه انها عملت الحركه دي مش علشان تبقى ترند، لا دي عملت كده مضطره، لان رجليها تعبانه بعد رحلتها مع علاج الكانسر وادويه الهرمونات اللي كانت بتاخدها، وده عمل لها مشكله في رجليها وما بقتش تقدر تقف بالكعب وقت طويل. نانسي عجرم بقى كانت من الفنانات اللي انتشر فيديو ليها بعد ما خلصت حفلتها وواحد بيقلعها جزمتها ولبسها شبشب من بتوع الفندق، وكل ده علشان تطلع تجري براحتها. بس الأغرب إن شيرين عبد الوهاب استخدمت كعب جزمتها وهي في لجنة تحكيم برنامج مواهب علشان تقول نعم لموهبة صوتها عجبها، ووقتها الدنيا قامت عليها، بس اللي دفعوا عنها قالوا إنها عملت كده بعفوية. نيجي بقى لأستاذة ترندات الكعوب وهي المطربة أصالة، واللي كل فترة بتعمل حركة مختلفة عن اللي قبلها بسبب الكعب، ومنهم لما قعدت من سنتين على المسرح وجت واحدة قلعتها الكعب علشان تقدر تكمل حفلتها. بس برضو أصالة بتعمل كده علشان عندها تعب في رجليها، ده غير إنها ما بقاش فارق معاها الكلام اللي بيتقال عليها وكل اللي يهمها راحتها وبس، لدرجة إنها غنت على المسرح وهي حافية عادي. شايفين إيه أغرب موقف حصل من اللي سمعتوه في الفيديو؟ شاركونا انتوا كمان برأيكم في التعليقات.